وفي الأخير وصلنا لسيارة السيدان من نيسان التيما في الموديل الأخير 24 نسخة الاس في. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم من صالة بترومين وكلاء سيارات نيسان بالمملكة. نستعرض مع بعض نيسان التيما في موديلها الأخير 2024. نتكلم بالتحديد عن نسخة الاس في. تعتبر هي فئة النصف فل، فيها مواصفات ومزايا أكيد تعتبر جميلة، تقل عن فئة الفل كامل بالمزايا، لكن تتميز عن فئة الستاندر بمزايا أكثر. طبعا بشكل سريع نتكلم وش عليها من اضافات جديده وش عليها من مميزات. مثل ما نلاحظ الواجهه الاماميه، اول حاجه كالعاده يا ساده نبدا بالواجهه الاماميه. عندنا رادار امامي طبعا كانظمه في فئه الفل كامل والستاندر انظمتها قريبه من بعض. نجي للواجهه الاماميه، اول حاجه نلاحظها الاضاءات. طبعا صارت ال دي بشكل كامل ما شاء الله، حتى انها ما تنور الطريق تنور الحياه كلها. خاصة ما شاء الله يلاحظ إضاءات نيسان التيما في الشارع مباشرة، إضاءاتها قوية ما شاء الله ومميزة. عندنا إضاءات فل ال دي بالنسبة للعالي والواطي مع خاصية الليد النهاري بهذا الجزء، راح نصور لكم إياه بعد شوي. عندنا الشبكة الأمامي مثل ما نلاحظ جايب اللون الرمادي متوسط شعار نيسان. في رادار أمامي أكيد، فيها أنظمة متنوعة. عندنا بالإضافة لهذا الجزء نلاحظ إكرام بشكل جميل وملفت سواء على هذا الجنب أو الجنب الثاني. ما شاء الله إضافاتها جميلة، خاصة بعد التحديثات اللي حصلت عليها في 2023، حصلت على فيس ليفت. عندنا الجنوط كمان عليه كلام ما شاء الله، جنوط سيارة فخمة. طبعا الجنوط هذه ما هي على أي سيارة، بمجرد ما تشوف الجنوط من دون ما تشوف السيارة تقول هنا سيارة فارهة، جنط مميز. عندنا مرايات مدمجة بالنوافذ تعطيك زاوية رؤية أفضل، بالإضافة لإشارات انعطاف. عندنا خاصية الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالبصمة. عندنا فتحة بالسقف أكيد. عندنا برضو مثل ما نلاحظ أسفل النوافذ عندنا شريط من الكروم بالجزء الجانبي. زعنفة موجودة بالخلف مع جناح خلفي من ضمن الإضافات الجديدة. طبعا مثل ما نلاحظ الجناح الخلفي شعار هذه الفئة لنسخة الاس في، فئة النصف فل، بصمة التيما مع شعار نيسان الجديد وحساسات خلفية وديفيوزر بالخلف. نلاحظ فتحات العادم كأنها لسيارة رياضية. طبعا اللي يلاحظ بالخلف يقول سيارة رياضية، خاصة بالجزء السفلي ديفيوزر وفتحات عادم بهذا الشكل ما شاء الله. نجي لأهم شيء السعر وباقي المواصفات. طبعا تكلمنا عن ابرز المواصفات وابرز التجهيزات ونسينا نتكلم عن سعر السياره. خلونا نلاحظ مع بعض سعر السياره، بعد كذا نتكلم عن القلب النابض وتصميمها الداخلي. المفترض انه سعر السياره يكون على القزاز، بس السياره توها داخل للصاله فباقي لسه حتى التسعيره ما هي موجوده عليها. فبنلاحظ هنا سعر الفئه اللي هي فئه الفل كامل قيمتها ب 142 ألف ريال، وهذه تفاصيله. طبعا تتميز عن فئة الستاندر ببعض التجهيزات، لكن او المعذرة فئة النص فل ببعض التجهيزات، لكن فئة النص فل قيمتها ب 128 ألف ريال. هذه فئة النص فل، وهذه الواجهة الأمامية. طبعا فتحة التهوية اللي موجودة بالجزء العلوي والجزء السفلي. نقرب أكثر. طبعا فئة الفل كامل فيها كاميرات وفيها وسائد أكثر، فيها مواصفات ورفاهية وسلامة أكثر. خلونا نتكلم عن القلب النابض محرك نيسان التيما. القلب النابض طبعا طريقة فتح محرك نيسان التيما بالسحب غطى المحرك. نتكلم بالتحديد عن محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي او 2.5 لتر الأحصنة. نتكلم عن 181 حصان، والعزم نتكلم عن 244 نيوتن، مرتبط بناقل حركة سيفتين. لاحظوا نظام الأبي اس وهذا المحرك والبطاريات والسوائل. عندنا بطانة داخلية طبعا تقلل من الصوت اللي خارج من المحرك للمقصورة الداخلية كنوع من انواع العزل. ونلاحظ طبعا نفس هذه المادة موجودة على أطراف غطاء المحرك والكبوت. نتكلم عن استهلاك البنزين. كل لتر بنزين تمشينا بسيارة نيسان التيما 2024 كم؟ تمشينا 16 كيلو فاصلة 4 أو فاصلة 8. تقييم ممتاز. بنزين 91، دفع أمامي 2024 2500 سي سي. سعة خزان وقود نتكلم بالتحديد عن 61
لتر تانك البنزين طبعا على جهة السايق. والحين خلونا نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية. كالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية. عندنا فتحات تكييف بالخلف مع تكاية بالوسط، عندنا مثبت لمنطقة الأطفال أو الأيزوفيكس، أكيد 5 أحزمة أمان، عندنا وسائد هوائية بالإضافة لإرباكات بالمراتب. عندنا هنا مثل ما نلاحظ تصميم ألياف الكربون طبعا كرسمة، عندنا النوافذ هنا، عندنا هنا مقاومة داخلية كروم، مساحة تخزين، هذا الجزء كله جلد بشكل جميل. طبعا للمعلومية صورت باقي الفئات أو فئة الستاندر من كم يوم، وصورت فئة الفل كامل برضو من عدة أيام، وراح أترك لكم التغطيات كلها بخانة الوصف اللي حاب يشوف التغطيات. وصورنا باقي سيارات نيسان، صالة نيسان طبعا ما شاء الله كلون أسود صاير اللون الأكثر مبيعا، صار الكل يسأل عن اللون الأسود في هذه الأيام. عندنا فتحات تكييف بالخلف، بالأسفل طبعا مثل ما نلاحظ عندنا منفذ يو اس بي وتايب سي. عندنا نلاحظ هذا الجزء طبعا ما شاء الله مثبت لمنطقة الأطفال، وعندنا مسند الرأس ثابت بالخلف ما متحرك. طبعا اللي بالأمام متحرك مثل ما نلاحظ، أما بالخلف فهو ثابت. عندنا الدخول الذكي مثل ما ذكرنا على باب السائق والراكب الأمامي. هذه الداخلية. تحريك أو التحكم بالمقعدة يدوي بالنسبة للراكب الأمامي. عندنا هنا مثل ما نلاحظ التخشيب اللي موجود بهذا الجزء ممتد بالكونسول الوسطي، بالإضافة لي هذا الجزء جاي تصميم أو شكل ألياف الكربون بشكل كرسمة جميلة. عندنا مقابض داخلية بكروم بالأمام طبعا، أما بالخلف فمثل ما نلاحظ بلاستيك. وهذه السيارة نلاحظ هنا الدرج. والحين خلونا نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية والخلفية. بنشوف الحين كمان إضاءات السيارة بالكامل. قبل ما نتكلم عليها من ناحية السائق خلونا نشوف إناراتها، بعد كذا نتكلم عليها من ناحية السائق. وهذه الإنارات ما شاء الله مثل ما ذكرنا إنارات تنور الحياة. هذه الإنارة الأمامية طبعا العالي والواطي كله LED. هنا عندنا بالخلف مثل ما نلاحظ بالخلف طبعا إنارات عادية حتى خاصة باللوحات طبعا بهذا الجزء. خلونا نفتح الشنطة الخلفية ونشوف مع بعض. بضغط الزر أكيد يا سادة يا كرام فتحنا الشنطة الخلفية بهذه الطريقة. كمان فتحنا العالي والواطي، طبعا هنا إنارة بالكامل العالي والواطي كله LED ما شاء الله. فتحنا الشنطة الخلفية فبنشوف المساحة الخلفية فيها بشكل سريع. عندنا هذه المساحة الخلفية ما شاء الله بحر 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 يا ناس. هنا الجنط أدوات الرفع للسيارة. عندنا هنا إنارات خاصة باللوحات هيلوجين، وعندنا هنا برضو هيلوجين. إذا جينا لناحية السائق مثل ما نلاحظ أول حاجة نلاحظها التحكم بالمقعدة كهربائي مع إنه مراتب مهمل. عندنا هنا أوتو للسائق والراكب الأمامي، النوافذ باقي كلها عادي. عندنا هنا القفل المركزي، التحكم بالمرايات الجانبية، عندنا فتح الشنطة الخلفية والإنارة كلها موجودة بهذا الجزء. عندنا بالأسفل فتح غطاء المحرك. عندنا هنا مثل ما نلاحظ بيانو بلاك ما شاء الله بهذا الجزء. عندنا اللي هو القيادة الشبه ذاتية، وعندنا الرادار كله موجود بهذا الجزء، والأوتو بارك موجود كمان، أو ترك المسافة ما بينك وبين السيارة، أو حفاظ على المسار، بالإضافة للرد على المكالمات أوامر صوتية. عندنا بهذا الجزء كمان الرد على المكالمات والميديا، التحكم بالصوت كله بهذا الجزء. عندنا هنا مثل ما نلاحظ التحكم بمناخ داخل السيارة طبعا منفصل ما بين السائق والراكب. عندنا ستار ستوب هنا مثل ما نشوف، عندنا بريك الكتروني، اوتو هولد، حاملة اكواب هنا. عندنا هنا شاحن لاسلكي مثل ما نشوف، شاحن لاسلكي مع منفذ يو اس بي ومنفذ تايب سي بالاسفل. عندنا هنا الدرج
الدركسون عندنا مكسب بالجلد. شاشة طبعا مثل ما نشوف ما شاء الله صارت أعرض بكثير من الموديل السابق. من ضمن الأشياء الجميلة في السيارة طبعا شاشة النص فل كانت أصغر من كذا بشوية. عندنا هنا مثل ما نشوف الشماسات فيها مرايات وفيها إنارة، إنارات داخلية هيلوجين. هنا عندنا بالجزء السفلي طبعا بلاستيك ما هو كروم. وعندنا هنا التخشيب، عندنا هنا الفليشر، الفليشر إضاءات LED بشكل جميل وملفت. هنا شاشة طبعا 7 إنش. هنا البوري شعار نيسان الجديد. وهذه أبرز التجهيزات. طبعا إرباكات موجودة عليها سواء أمامية أو جانبية وبالمقاعد كلها موجودة. 5 أحزمة أمان، فيها نظام ABS مانع انزلاق ومانع انحدار، كلها موجودة على السيارة. برضو اللي هو حفاظ على المسار، قيادة شبه ذاتية، الرادار، كل هذه موجودة على نيسان التيما في موديل 2024 فئة النص فل. أشوفها إنها أكثر تميزا بين منافساتها من ناحية السعر والمزايا اللي موجودة عليها كسلامة. فضمان السيارة بشكل عام، ضمان السيارة نتكلم عن 100,000 أو 3 سنوات أيهما أسبق. في النهاية طبعا هذه التغطية من صالة نيسان وكيلها بالمملكة بترومين. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. واللي حاب يضيف لنا بالسوشيال ميديا تويتر وانستغرام والفيسبوك، الروابط كلها بخانة الوصف. وفي أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. لهنا تتممنا هذه التغطية، في أمان الله.